مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. الفيديو النهارده عن التسويق، ازاي تسوق شغلك، وهنقول كذا تب او كذا تريك تعرف ان انت توصل بيهم لكل اللي انت محتاجه من الشغل بتاعك. بس قبل ما نروح يلا نشوف الانترو. حلوة. خلونا يلا نبتدي. بس قبل ما نبتدي خلونا نتحدى بعض شوية ان كل اللي هيتفرج على الفيديو يدوس لايك، لان عايز الفيديو يوصل لاكتر ناس ممكنة. احنا بنعمل مجهود شوية على القناة بس الفيديوهات ما بتوصلش للناس اكتر. فلو عجبك الفيديو دوس لايك، اعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة، واكتب لي كومنت، هكون شاكر ليك جدا. اول حاجة هتكلم عليها هي ان انت لازم تعرف العميل اللي انت محتاج له. يعني انت بتصور ايه، فبناء على اللي انت بتصوره هتشوف العميل اللي انت محتاجه. يعني انا مثلا بصور بيوتي، فالبيوتي مكانه 90% انستجرام، فانا محتاج في الوقت دوت ادور على العميل بتاعي على الانستجرام، او اهتم بالبورتفوليو بتاعي في الانستجرام اكتر. انا محتاج اعرف العميل بتاعي نوعيته ايه. انت مثلا مصور ويدنج، فانت محتاج ان انت تهتم اكتر بالفيسبوك، فلما تهتم بالفيسبوك ليه طريقة عرض معينة للصور، وتبدأ ان انت تعمل اوفرز، تعمل باكجات. هو العميل بتاعك موجود في الحتة دي اكتر. في كمان ويدنج على الانستجرام والكاتيجوري بتاعه اعلى، بس الاسهل لو انت في الاول ان انت تسوق من على الفيسبوك اكتر. فاول حاجة اعرف العميل اللي انت محتاجه. تاني حاجة محتاج بقى تعرف العميل محتاج ايه. يعني انت دلوقتي عرفت العميل اللي انت محتاجه، فانت محتاج دلوقتي تعرف العميل محتاج فيه محتاج تعرف العميل محتاج ايه. يعني مثلا لو بيوتي، يعني عشان انا مصور بيوتي فبتكلم الاول على البيوتي، فانت محتاج تعرف مثلا الميك اب ارتست عايزه الوان مظبوطه ما تغيرش الالوان، عايزه سكين تونز طبيعيه، عايزه مود للصوره او اللايت بتاعك يكون مظبوط ما يبوظش الكونتور والهايلايت اللي هي الميك اب اللي هي بتعمله، عايزه كواليتي، وفوق كل دوت بتبقى عايزه سعر مناسب. بس في الاول الميك اب ارتست بيبقى السعر بالنسبه لها ممكن ان هو يتهندل مقابل لو كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت موجوده. في ميك اب ارتست ممكن يدفعوا مقابل ان انت تديها كواليتي وتديها الوان وتديها شغل يبان فعلا ان الميك اب بتاعها والدنيا بتاعتها عامله ازاي. نيجي للويدنج. العميل بتاع الويدنج مختلف عن الميك اب. العميل بتاع الويدنج عايز صوره يحسها، عايز يكون في سنس، عايز ان انت تكون بتصور مومنت كويس، عايز ان انت يشوف الصورة بتاعتك يحس ان فيها روح. خلاص الصورة بتاعتك خطفته، محتاج يشوف باكج فوق الالبوم اللي انت منزله. لازم تكون حاطط له حاجة تجيب رجله، لان خليني اقول لك ان العميل بتاع الويدنج اللي بيدور على صفحة فوتوغرافر هو في اليوم بيشوف اكتر من 200 فوتوغرافر. فانت لازم تبقى حاطط هو يعني هيختارك انت ليه، فديت لازم تبقى مقتنع بيها تماما، وتبقى حاطط كمان حساب ليها. تالت حاجة وهي ايه عندك مش عند غيرك. يعني انت لازم تبقى فاهم وانت بتسوق انا ايه اللي هيخلي فلان دوت يحجز معايا. زي ما قلنا كده العميل بيدور عن الزيادة. ايه الزيادة عندك؟ انا بشوف ناس كتير بتصور، فلو انت الزيادة عندك الكواليتي، فالكواليتي ليه العميل بتاعه زي ما قلنا اللي هم الميك اب ارتست والفاشن. يوسفنا اقول ان الويدنج مش اهم حاجة فيه الكواليتي خالص. في مش مهم قد ايه الصورة الكواليتي بتاعها واو، قد ما ايه الصورة حلوة. فانت لازم برضو تبقى عارف دوت. فلو انت هتشتغل على الميك اب ارتست والفاشن، فانت لازم يبقى عندك نقطة الكواليتي ديت، لازم ما فيهاش هزار. لازم يبقى عندك رؤية للميك اب وتبقى فاهم فاشن عشان تعرف تطلع حاجة كويسة. لو انت بتصور ويدنج، انا بتكلم على النوعين دولت، لان النوعين دولت اكتر نوعين شغالين في الميدل ايست عموما. لو انت بتصور ويدنج هو محتاج يشوفك صايع مومنت، عارف انت جايب الصورة الصورة دي صايعة قوي، محتاج يشوف رصة ألبوم محترمة، محتاج يشوف باكج، لازم يبقى فيه هدية، لازم يبقى فيه اوفر. انا ليه هحجز معاك؟ في ناس كتير بتقدم اللي انت بتقدمه، فاشمعنى انت؟ فلازم تبقى عارف ان من النقط الأساسية في ايه زيادة عندك، خلي دي في حسابك جدا. رابع حاجة وديت بقى اللي هتبروز الموضوع بتاعك، ان انت تسوق، تعمل اعلان. خلاص انت عرفت العميل اللي انت محتاجه، وعرفت العميل محتاج ايه، وجبت الحاجة الزيادة اللي هتخلي العميل يجيلك. لازم بقى توصل للعملاء ديت. عندك الانستجرام والفيسبوك اكتر حاجات ممكن توصل بيهم للعملاء دول.
انت محتاج يا اما تكون فاهم اعلانات، يا اما تخلي حد قوي يمسك لك الاعلانات بتاعتك حتى في الاول لحد ما تفهم الدنيا. الاستهداف بتاع الاعلان بتاعك مهم جدا، لازم تبقى عارف انت عايز مين والكلاينت والطبقه. وكمان موضوع الطبقه دوت عشان ساعات كتير بسمع انا بعمل اعلانات وبصرف على الاعلانات بس ما بيجيليش عميل ايه كلاس. خليني اقول لك ان في طبقه معينه مهما انت عملت او مهما كان شغلك قوي ما بيجيلكش غير بناء على ريكومنديشن، حد قال فلان ده حلو انا واثق فيه. في طبقه كده. انما في ناس في طبقه تانية بتشوف شغلك، بتشوف الاوفرز بتاعتك، بتشوف الدنيا الدنيا دي مظبوطه، الدنيا دي مناسبه بالنسبه لي، فيروح يحجز معاك. فانت لازم توصل له من خلال اعلان. فاعمل حسابك ان لازم الشغل بتاعك يكون اعلان، والتكلفه بتاعت الاعلان ديت بتكون من سعرك. ولو انتوا عايزين ان احنا نتكلم في ازاي تسعر الشغل بتاعك سيبولي في الكومنتات واعمل لكم فيديو ازاي تسعر الشغل بتاعك. بس تكلفة الاعلانات بتكون مضافة على الباكج بتاعك. انت بتبقى حاطط باكج اللي هو مثلا let's say انا بعمل ب1000 جنيه، هم هيتكلف مثلا 200 جنيه الاعلان، فانا هحط 1200 جنيه وهي دي بقت الباكج بتاعتي. لازم تبقى عامل حسابك لكده. لو مشيت على ال4 نقط دولت ان شاء الله اضمن لك ان انت يجيلك شغل كويس جدا. لو انتم محتاجين حاجة معينة في القناة قولولي، او فيديو عن حاجة معينة قولولي، انا بشرح او بتابع على طول الكومنتات، برد على كل الكومنتات. كمان اتفاعلوا معايا في المنتدى، دايما بيكون في اسئلة كتير عن الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تعملوا لايك للفيديو دوت عشان يوصل لناس اكتر. وشكرا لكم جدا. السلام عليكم.